حبايب قلبي اللي بدي لهم كل الحب والاحترام، لان الناس بتاعت اليوتيوب دي فعلا هم شركاء النجاح. ده الحاجه الوحيده اللي احنا بنسعى ليها دايما، ان احنا نكبر مع بعض الحمد لله بفضل الله، ثم بدعمكم المستمر ان احنا ان شاء الله مكملين الفتره الجايه في حاجات جامده جدا. في برنامج بودكاست معمول بشكل جامد قوي، في ناس انتوا مش هتتخيلوا ان هم جم، في ناس انتوا مش هتخيلوا ان انتوا عندهم التفاصيل دي، في ناس انتوا منتظرينها ما طلعوش في حته قبل كده. الاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعده شغل جامد قوي عشان انتوا تستحقوا. مش طالب منك غير كل الدعم، كومنتك الجميل، لايكك الجميل، ونبدا. الاهلي النهارده كسب بره ملعبه، كسب في بروندي الفريق اللي اسمه ايجل نوار. ده طبيعي لان الاهلي مش من الفرق اللي بيحصل معاها مفاجآت على مدار سنينه وعلى مدار متابعتي للكوره وعلى مدار التاريخ من 80 سنه. الاهلي مش فرقه بتحصل معاه مفاجآت ان هو يطلع من الدور التمهيدي ولا الكلام ده زي كل فرق العالم. فرقه دايما عارفه متمرسه في دوري الابطال افريقيا انها دايما بتلعب بحرص بره ملعبها وجوه ملعبها. ده طبيعي. حاجه وحيده في الاهلي هو فرض شخصيه البطل. الحاجه اللي مزعلاني بس ان فريق زي الابوار ده ولا فرقه الفنون الشعبيه اللي بتلعب دي، ان الفرقه دي انت لك ان تتخيل ان تصنيفها الموسم ده اعلى من الزمالك. يعني الفرقه دي بتلعب في افريقيا والزمالك بيلعب في بطوله ايار ركضونا تحت التراب بتاعه الكونفدراليه اللي احنا يا جماعه ايه الصعوبيه ان مسؤول الزمالك مفهمينا دايما ان دوري الابطال بطوله صعبه. لا مش صعبه. هتقول لي اكسب وخد الدوري او ابقى الثاني، مش صعب ان انا ابقى الثاني في الدوري. انا بقالي 4 سنين بشارك في بطوله الكونفدراليه، واجي ابص النهارده على فرقه زي دي بتلعب دور تمهيدي مثلا دور 32. فرقه زي دي بتوصل افريقيا، فهتقول لي عشان دوريها تعبان. ما هي خلاص بقت فرقه التصنيف بتاعها اعلى لانها بتلعب في دوري الابطال. فرقه سبحان المعز المذل. الجماهير لابسه اصفر في المدرجات والفرقه لابسه ابيض في اسمر تحت، وحاجه خزعبليه وحاجه يعني لا تطاق، وانت مش فاهم اي حاجه. كارت افريقيا بجماهيرها بفرقها مصممه انها تجيب لنا صرع، تجيب لك حاله ذهول. فالاهلي من الفرق اللي مسيطره على البطوله دي. البطوله دي تعتبر في حد ذاتها انها مكتوبه شويه باسم الاهلي، لان الاهلي حافظ على البطوله دي حفاظ باحت. بيراميدز خد، سان داونز كسب، وداد. فرق افريقيا كلها بتعتمد على 3-4 فرق، اللي هو ممكن تلاقي الاهلي سان داونز هوب يشب شويه بيراميدز، هوب يشب شويه الترجي، مش عارفه الوداد، الزمالك سقط، هو مازيمبي من الليله خالص. فبقت قاره افريقيا عباره عن 4 فرق بس هم دول اللي بينافسوا. فالاهلي متزعمهم باسمه، الاهلي بيكسبهم بلون تيشيرته، الاهلي بيكسبهم بتاريخه. الاهلي لو عظم في قفه فكده كده في البطوله دي بيبقى هو المرشح الاول للبطوله. الكلام ده ما يزعلش اي حد، وهو ده الواقع اللي لازم احنا نعترف بيه، لان دي الحقيقه في الكوره. احنا مش ناس بتتكلم في الدين ولا ناس بتخرف ولا ناس بنقول في حاجات ما حصلتش. لا، البطوله دي مكتوبه باسم الاهلي. فان بيراميدز يشد شويه، الوداد يشب شويه، لا، ما نشوف ده واخد قد ايه، وكل دول مثلا واخدين قد ايه. الزمالك هو الفريق الثاني في افريقيا اللي حاصل على البطوله دي 5 مرات مثلا، فهو بعد سقط. فالنهارده تيجي تبص بقى تلاقي الكلام او السبوت اللي معمول على المدير الفني بتاع الاهلي عشان ما حدش يضحك عليك وتجري ورا الناس اللي هي دايما بتشتغل للناس. يا عيني ده الحق، ده خلى محمد هاني جاب جون، ده نزل برمضان. الكلام ده كله ما فيش منه. الراجل لعب عادي خالص بطبيعته، تشكيل الاهلي المعتاد. قال لك كلمتين، كل واحد الكره ما تقعدش في رجله 3 ثواني، خلي الريتم سريع، واول ما الكره تتاخد مننا نضغط. هو اي مدير فني قوي عنده شخصيه هينجح، بوادر النجاح باينه، بيطبق الاثنين دول معظم مدربين اوروبا الجامدين بيعملوها. يروح يمسك اي فريق يقول لك الكره ما تقعدش في رجلك 3 ثواني. حتى النهارده الاهلي مختلف شويه، الكره بتدار من هنا لهنا عماله تتنقل من هنا لهنا. كمان الراجل واقف بره لابس بدله وعامل تحسه عامل شبه مدربين فيفا كده، لكن الراجل نجح، الراجل بصم، الراجل راح، الراجل جه. كل ده انت مش تقدر تحكم عليه، كل اللي بيتقال لك كذب في كذب. الراجل هينجح هيفشل دي بتاعته، دي حاجه بتاعت ربنا. ثم ان الراجل شغله هيبدا يبان امتى؟ بعد 5-6 ماتشات. الاهلي في الدور ده لو ماسكه شكاره دقيق بيعرف يصعد من الدور ده. الاهلي بيوصل نهائي افريقيا يا جدعان وحاطط رجل على رجل صباح الفل. نص النهائي ده عند الاهلي كانه راح الشارع اللي وراه. الحاجه الوحيده اللي هتبدا تبين الراجل ده انه مدير فني قوي جدا
او الحاجه اللي هتخلي الراجل ده يسيب مصر ويرجع الدنمارك هو محمد شريف. محمد شريف لا يصلح للعب في فرق منتصف الجدول. الحاجه الوحيده اللي احنا كزملكاويه عملناها واللي حاسس ان احنا لبسنا الاهلي فيها شويه في الحيطه ان احنا ما تعادلناش مع محمد شريف. ده كارثه بمعنى كلمه كارثه. محمد شريف كارثه بمعنى كلمه كارثه. لا حياه لمن تنادي. ده ما ينفعش يبقى راجل النهارده انت تعتمد عليه في فرقه مرشحه انها بكره الصبح ممكن تلعب في كاس العالم للانديه، ممكن تلعب ريال مدريد. يعني ممكن الصبح تلاقيه بيلعب نهائي افريقيا صباح الفل مع صن داونز هناك. فمش ده المهاجم اللي انت هتقدر تعتمد عليه. كله بيقعد جراديشار ليه؟ انا مش فاهم الفكره. راجل محترف، راجل اوروبي بيلعب في منتخب بلده، فالموضوع شويه مع جراديشار احنا مش فاهمينه. المدير الفني او المدير الفني اللي بتيجي الاهلي هي اللي فاهماه. حتى عماد النحاس كان بيعتمد على محمد شريف، ما بيعتمدش خالص على جراديشار. ايه الفكره؟ انا ما اعرفش. انما الولد طول ما شاء الله بعرض، سنه صغير، فروت جامد، بفينيشر عالمي. ايه الفكره ان محمد شريف بيلعب؟ انا مش عارفها. فمبدئيا كده الراجل ده بدأ يحط ايده على 5 6 اختيارات او خطوات هو هيمشي عليها ستيب باي ستيب، هياخد خطوه خطوه. محمد شريف هيتشال من التشكيل الاساسي. لو الراجل ده لعبه اعرف ان الراجل ده مش هينجح. الراجل ده هيكسب ماتشات مع الاهلي، لكن جماهير الاهلي عايزه حد يقدم كوره تفرح. احنا كشعب مصري دايما كاهلي وزمالك بنحب المدير الفني اللي بيجي يلعبنا كوره، اللي بيجي يخلي منظرنا حلو، اللي بيجي يخلي شكل الكوره طالعه من رجل لعيبه. فانت قاعد بتتفرج على الاهلي وانت مبسوط، انت قاعد بتتفرج على الزمالك وانت مبسوط. فمبدئيا كده الراجل ده عشان ينجح او عشان يبان انه مدير فني قوي، محمد شريف مش هيشمها تاني معاه. اول احتياجات الراجل ده هيطلب مهاجم. الراجل ده النهارده وهو راجع في التليفون هيقول له يا عم حارس كلم الناس دي تتعادل لي مع مهاجم، لان الراجل ده مش هينفعني. استغنوا بقى عنه، تخلوه تالت، تخلوه ما شغال في اوضه اللبس. دي حاجه هتلاقي الراجل لو مدير فني قوي هو دايما بيسعى ليها. فالاهلي كسب بره، الاهلي كسب جوه. دي من ميزات الاهلي انه بيكسب كل الفرق دي وبيعدي الدور ده. مش ابهار خالص، لان الاهلي مش معود جماهيره على المفاجآت، ولا معود الفرق الثانيه، ولا كان عمره مطمع ولا فريسه سهله لكل الفرق الثانيه. ان تبص تلاقي الاهلي فريسه في الدور ده. يا لهوي ده الاهلي طلع من الدور ده. الاهلي ما بتحصلش معاه الكلام ده. هو محافظ على اسمه، محافظ على تاريخه، محافظ على مكانه. فهو ده اللي بيتعمل من الفرق الكبيره. لو الحلقه عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب. احلى ناس في الدنيا. انتظروا الشغل اللي جاي.